القاهرة تقدم كارت معايدة. كارت معايدة من إعداد وتقديم مروة حلمي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كارت معايدة. أعزائي المستمعين، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. كلمات يسمعها وينطقها الجميع في صباح يوم العيد، تلك العبارات التي يتداولها الجميع تقريبا للابتهاج والتهنئة بالعيد. وهنا نستعرض مراسم وطقوس احتفالات المصريين في عيد الفطر المبارك، والطقوس والأجواء التي تعم المجتمع وأرواح عيد الفطر المبارك، وتعاملات الأفراد وبرنامجهم الحياتي في هذا اليوم الجميل. كحك العيد أو الكعك هو أشهر حلويات العيد وأبوها تقريبا، ويكتسب الكعك مكانة وحضورا مهمين لدى كل الأسر وفي كل المجتمعات تقريبا. وعلى خلفية هذه الأهمية يبدأ تجهيزه خلال الأيام الأخيرة من رمضان، وفي الغالب يتم تحضيره في المنزل بطرق ووصفات عدة، إما بالملبن أو العجمية أو المكسرات، ويرش بالسكر البودرة، وذلك إلى جانب الغريبة والبيتيفور والسابلي والبسكويت بأنواعه اللذيذة. كما أن أجواء الاحتفال بعيد الفطر في المملكة المغربية أجواء مفعمة بالفرحة الغامرة والروحانية الصافية والأجواء العائلية والأسرية الدافئة. وما زال المغاربة يحافظون على الكثير من العادات والتقاليد والطقوس العريقة النابعة من تراثهم العريق في طرق الاحتفال بتلك المناسبة. الجو العام المغربي في هذا اليوم تسوده أجواء السعادة والفرحة والترابط الأسري وصلة الأرحام والحفاوة بالأطفال والعناية بالفقراء والمحرومين، كما هو الحال في مصر. فالمغاربة يحتفلون بعيد الفطر في أجواء عائلية ودينية، ويرتبط عيد الفطر عند المغاربة أيضا بأعداد أنواع كثيرة من الحلويات والكعك، وارتداء الملابس التقليدية الجديدة، والذهاب لصلاة العيد، والتزاور والتسامح بين الأهل والأقارب. وللمزيد نستمع في الدقائق التالية مع صديق برنامج صوت مصر، وللمزيد من التفاصيل أعزائي المستمعين حول تقاليد الاحتفال بعيد الفطر في دولة المملكة المغربية الشقيقة، معنا صديق البرنامج معاد بالجريد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد الفطر المبارك تقدم لكم أعزائي أسرة القسم العربي بأحر التهاني وأطيب الأمان، وتقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. وهذه مناسبة عن أجواء العيد بالمملكة المغربية. يحرص المغاربة مع حلول عيد الفطر أو العيد الصغير كما يحب أن يسميه البعض على ممارسة عادات وتقاليد اجتماعية ودينية في أجواء عائلية وأسرية دافئة مفعمة بالفرحة، إذ أن عيد الفطر هو فرصة لتحضير ما لذ وطاب من الحلويات والمملحات. هو فرصة أيضا لاقتناء ملابس العيد للصغار وارتداء الزي المغربي التقليدي من قبل الكبار نساء ورجالا، كما أنه فرصة لصلة الأرحام بالأهل والأحباب. إن عيد الفطر هو كذلك عيد خير وعطاء، ففيه يفكر المسلمون بالفقراء فيوزعون زكاة الفطر ويشاركونه موائدهم ويغدقون عليهم الهدايا والهبات. تستقبل النساء العيد ببيوت نظيفة، حيث يعكفن في اليومين الأخيرين من رمضان على تنظيف منازلهن وشراء مستلزمات لتحضير حلويات العيد، ليتم تزيين مائدة الفطور بها في أول أيام كسر الصيام. وبعد أن تنتهي السيدات من ترتيب منزلهن وتحضير حلويات وفطائر العيد المسمن والبغرير،
يلتفتن لزينتهن حيث يقبلن على نقش الحنة على أيديهن وأرجلهن بأشكال هندسية جميلة مستوحاة بينات مختلفة. تعتبر الحنة رمزا للأفراح في حياة المغاربة. يصلي المسلمون صلاة العيد ويحرصون عليها، وقد علموا أن أعمالهم في رمضان ترفع إلى السماء في هذا اليوم العظيم. فترى المصلين بملابسهم التقليدية الجلاب والجبادور والبلغة يتدفقون على المساجد مكبرين ومهللين. وبعد الصلاة وخطبتي العيد يحرص المصلين على تهنئة بعضهم البعض ويقولون أعواشر مبروكة. بمناسبة حلول عيد الفطر عند العودة إلى البيت تحضر النساء مائدة الإفطار بما لذ وطاب من الحلويات المغربية التقليدية والفطائر والشاي المغربي بالنعناع، لتبدأ العائلات والأسر المغربية بعد ذلك في زيارة بعضهم البعض. ويحرص الأطفال على خروج واللعب مع أقرانهم، وكذا المباهاة بملابس العيد أمام بعضهم البعض. في المغرب يعتبر عيد الفطر فرصة لإحياء التقاليد والعادات في المأكولات واللباس وتقوية الروابط الأسرية والعائلية بصلة الرحم. وفي الأخير عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. عواشركم مبروكة، وتقبلوا تحيات صديقكم بالقريد معاذ من إقليم تارودانت من مملكة المغرب. قالوا عطنا العيدية قل تعالوا خذوها، قالوا عطنا العيدية قل تعالوا خذوها، يا رب يخلهم ليه لكبار ويعطوها. عن عادات العيد في دولة الجزائر فيحدثنا عنها صديق البرنامج محمد بدوخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأسمى عبارات التهاني والأماني لجميع أعضاء إذاعة صوت مصر وأصدقاء الإذاعة وكافة المستمعين، راجيا للجميع موفور الصحة والعافية والهناء. أعاده الله علينا أعواما عديدة وسنين مديدة بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن يكون معنا في حلقة الليلة الموسيقار والملحن الكبير الأستاذ الموجي الصغير. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. يمكن لو طلبت من حضرتك أن حضرتك تقدم تهنئة للمستمعين اللي بيسمعونا سواء داخل جمهورية مصر العربية أو أبناء الوطن في الخارج، حضرتك تقدم لهم تهنئة بمناسبة العيد، هتقول لهم إيه؟ أحب طبعا أقول يا رب يكون كل حياتنا كلها أعياد، وبهني الأمة العربية والإسلامية وكل الدول بهذا العيد الجميل، وإن شاء الله يجي كلنا بقلب واحد وحب واحد وإيد واحدة إن شاء الله. يعني أي أزمة تمر بينا تكون سهلة علينا ونقدر نتغلب عليها إن شاء الله. العيد اللي جاي يكون كل الأمة الإسلامية والعربية في أمان وخير وسلام، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله
ربنا يسهل كل إنسان في عمله في حياته في مستقبله، وإن شاء الله هم العربية كلها تبقى إيد واحدة وقلب واحد. يمكن لو قلت لحضرتك أستاذ الموجي إن حضرتك يعني يمكن عشت العيد أيام زمان وأيام الزمن الجميل، لو حضرتك تقول لنا إيه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي، حضرتك تقول إيه؟ لا، طبعا ذكرياتي جميلة مع الوالد طبعا الله يرحمه والوالدة، وزي كنا بنحضر للعيد من قبل ما يخلص رمضان. زي الوالدة كانت بتبيع العجين وقرايبي ويجوا يقعدوا يعملوا الكحك والغريبة والحاجات المنين والحاجات دي كلها، ويجي الوالد في وسط قرايبي يقعد على الطبلية ويقعد يعمل معاهم الكحك. ودي كانت حاجة غريبة بالنوع، إنه يقعد في وسطينا وفي وسطهم يعني. أكيد كحك كده بالعجين كده أكتب عليه، أنقش عليه اسم الولاد، قرص أو كل كحكاية يكتب عليها اسم من أسماء ولاده إحنا الستة، كل واحد له كحكته باسمه. ولما جوزنا برضو كل ولد مع مراته، ولما خلفنا كل ولد مع مراته. الكحك ده كان دائما بيدخل صينية خاصة كده تتعمل وتطلع من الفرن تيجي على الأوضة عند الوالد، ويدينا العيدية وفي نفس الوقت يقول لنا خدوا الكحك بتاعكم، خدوا كله بعضكم بقى، اسمكم مكتوب على الكحك. وطبعا كان شيء جميل ويعني طقوس جميلة، وكان ليلة ده كان يقعد معانا ويسهر معانا بالعود ويغني معانا، وكنت بغني معاه، وهو كان دائما يحب يغني أغنية بيت العز يا بيتنا، دي بتبقى إيه لمانا مع بعض ونغنيها مع بعض كلنا. والإحساس باللمة والتواصل الاجتماعية والأسرية والعاطفية بطريقة جامدة جدا. يا ريت نرجع لها، يسيبوها إن شاء الله يوم واحد، يوم العيد بس يسيبوا الحاجات دي يوم واحد، ونتزاور كلنا ونحب بعض ونقابل بعض ونحس بعض ونكلم بعض، بتبقى ليها واقع أجمل من إننا أسامي التكنولوجيا والحاجات دي هذه الأمور يعني. في نهاية لقائنا بنشكر الموسيقار والملحن الكبير الأستاذ الموجي الصغير، وكنا سعداء بوجود حضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. ربنا يخليكم سنة طيبين، وأنا أسعد والله، وربنا يعني يخلي الأمة العربية والإسلامية كلها إيد واحدة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا.